ازيكم يا شباب، اهلا بيكم في فيديو جديد. انا مصطفى ودي شوردي. من فتره كده كنت نزلت Q&A اللي هو اجوبه اسئله، وامبارح برضه نزلت Q&A، وكان ان انا بقول لكم اسالوا الاسئله اللي انتوا عايزين تسالوها، او الحاجات اللي انتوا عايزين تعرفوها. مش لازم اسئله في البورصه بس، ممكن اسئله في حاجات تانية بره البورصه. ممكن ازاي مثلا تجيبوا فلوس بالدولار من بره، ازاي تعرفوا حاجات عن الذهب، عن الاستثمار، عن الاقتصاد. اي سؤال يعني، مش لازم البورصه بس. وجت الاسئله من فتره وامبارح وجمعتهم الاثنين مع بعض، والنهارده هجاوب عليهم كلهم ان شاء الله. السؤال يعني بعد ما اخلص وانا بعمل ايديت، يعني السؤال هحطه هنا او هنا، بس اظن هنا احلى عشان هنا الدنيا فاضيه شويه. انا شايف من الشاشه من عندي فكل حاجه معكوسه، فهنا حلوه. وهنا طبعا هحط السؤال زي ما قلت لكم، وبعد كده السؤال اللي انا هجاوبه مش عارف بصراحه احط الاسم ولا لا، بس انا هفكر احط الاسم او ما احطش الاسم اقطعه، بس انا اقول الاسم عادي وعشان كل واحد يعرف السؤال اللي اتساله ايه يعني. وبس خلينا نبدا الفيديو. معايا الموبايل هنا في الاسئله كلها. اول سؤال من سلمى حسام، بتقول انا مش بفهم لسه في الاسهم والبورصه، بس اقدر احوش جزء من مرتبي بشكل تاني. يعني هي مش بتفهم في البورصه، بس هي تقدر تحوش مرتبها بشكل تاني او بطريقه تانية. فانا جوابي ليك يا سلمى ان انت تبداي بالذهب، بمعنى ان انت كل شهر تشتري جزء من الذهب، سواء نص جرام، ربع جرام، مش عارف السبائك ممكن تبقى مثلا ربع جرام، نص جرام، جرام، اللي انت تقدري تشتريه باللي انت هتقدري تحوشيه في الشهر، او اللي انت هتقدري تحوشيه تقدري تشتري بيه ذهب. وخصوصا ان سعره برضه الفتره دي حلوه، والفتره الجايه هيبقى سعره احسن. وفي نص الفيديو في واحد سأل سؤال عن الذهب، برضه هشرح لكم هو ليه سعره الفتره الجايه يبقى احلى. طيب يا سلمى، لو مش هتعرفي او مش هتقدري تشتري كل شهر مبلغ معين من الذهب، وخصوصا برضه ان الذهب برضه مش حاجه سهله ان احنا نشتري ب 3000 جنيه. يعني احنا لو محوشين 3000 جنيه ده معناه ان احنا مرتبنا مثلا سكه 18 19 20000 جنيه. فلو مش هتعرفي تشتري كل شهر جزء معين ذهب، او جزء معين سبيكه او معلقه او اي شكل من اشكال الذهب ال 24 او ال 21، يبقى لازم نخش في سوق الاسهم. وهنا مش بتكلم عن الاسهم كاسهم بس، لا، في ادوات تانية. يبقى لازم نخش في سوق الاسهم او في سوق البورصه. وده مش بتكلم بس عن الاسهم بس، لا، في صناديق استثمار، في صناديق استثمار ثابته الاجل، او اللي هي اسمها فيكسد انكم، اللي هي ثابته الدخل اسف. وفي صناديق ذهب كمان، ده برضه كنت اتكلمت في فيديو عنه قبل كده، وقلت عن ايزي جولد ان هو بيخليك تشتري ذهب من غير ما انت يبقى معاك سعر الذهب نفسه او الجرام نفسه، لا، انت ممكن بسعره وثيقه تشتريها. وكمان يا سلمى عشان تفهم الموضوع اكتر، انا منزل فيديو كامل هتلاقيه هنا او هنا برضه على حسب. انا هعمل لك لينك للفيديو هنا وتقدري تشوفيه كله، هتفهمي فيه الاسهم وهتفهمي فيه ازاي تشتري الاسهم، تشتري فيها الصناديق، وهتشتريها من ايه، وهتشتريها بكام، وهتبيعها ازاي، وهتشتريها ازاي. كله هيبقى موجود في الفيديو اللي انا هعمله لينك هنا. وهنا مش بتكلم عن ثاندر بس، يعني ممكن اي شركه وسيطه تانية، بس انا بتكلم عن ثاندر لان ثاندر سهل. هو ثاندر مش ما فيهوش كل الادوات، بس ثاندر سهل والابلكيشن جميل والتحويلات فيه سهله على عكس باقي شركات الوساطه. طيب نيجي لتاني سؤال من محمد خالد، اللي عاوز يدخل مجال البورصه وينجح يعمل ايه؟ طيب يا محمد، السؤال مسؤول غلط، بمعنى مفيش حاجه اسمها ينجح او يعمل ملايين من البورصه. ليه؟ لان الملايين اللي في البورصه تعتمد على راس مالك اللي هو لازم يبقى ملايين. مش واحد مثلا معاه 10000 جنيه تاني يوم او بعدها بشهر او بعدها ب6 شهور هيبقى معاه 2 مليون جنيه او 10 مليون جنيه. لا، الموضوع مش بيمشي كده. لازم يبقى معاك، وده خصوصا انا اتكلمت كتير في موضوع البورصه ده، ان انت لازم عشان تجيب ملايين لازم يبقى معاك ملايين. انت معاك مليون بكره بعده كمان 6 شهور على حسب الاستثمار اللي انت عملته. لو الاستثمار ده عالي فانت هتجيب ملايين، لو الاستثمار ده خسر فانت هتخسر ملايين. فالسؤال الصح اللي ازاي يتسال ان هو ازاي تجيب الفرص اللي فيها استثمارات حلوه او فيها مكاسب حلوه. فلو عايز تدخل المجال ده، ردا للسؤال الجزء الثاني، ان انت تقدر تشوف الفيديو اللي انا منزله على ثاندر كامل، وهتلاقي تحته فيديو على طول. الاثنين هتلاقيهم موجودين عندي في البروفايل يوتيوب، تقدر تخش وتشوفهم الاثنين. وما تنساش تعمل سبسكرايب. بالمناسبه في كورس هنزله قريب ان شاء الله، بس عشان الفتره دي مشغول جامد مش هقدر اصور كله، مش هقدر اعمل اديت لكله، خصوصا كمان ان انا في نفس الوقت اللي بعمل المنصه عشان الكورس يبقى موجود عليها ويبقى متاح ليكم فيبقى شكلها سهل. فانا اللي بعمل كل ده، مفيش حد بيساعدني في حاجه، حتى الاديت بتاع الفيديوهات انا اللي بعمله. فالكورس هيبقى نازل قريب على الموقع، والموقع هتلاقوه في الديسكربشن تحت تقدروا تشوفوه، هو www.swirly.com. فالكورس هيبقى موجود عليه، والكتب واي حاجه انزلها بخصوص الحاجات اللي انا بقدمها هيبقى موجود ان شاء الله على الموقع. واتمنى ان انا اكون فدتك يا محمد يا خالد. لو تسمع بنصيحتي قشطه، مش عايز تسمع بنصيحتي برضه وتشوف انت بنفسك، يعني النت موجود تقدر تشوف كل اللي انت عايزه براحتك، ما فيش حد يعني هيغصب عليك حاجه. انجوي. ثالث سؤال من احمد حسن .x احط 60000 في ايزي فرص اللي هو ايزي او، ولا ايزي ادخار اللي هو ايزي اس، ولا الصندوق الرابع للبنك الاهلي؟ طيب مبدئيا كده الثلاثه مش مطابقين للشريعه الاسلاميه، الثلاثه حرام. ليه؟ ناخدهم واحده واحده. ايزي او في الاسهم الايكوري، بيتاجر او بيستثمر في اسهم زي البنوك وزي شركات الدخان،
فده هتبقى ضد الشريعه الاسلاميه. AZS حرام لانه بيخش في تجاره السندات اللي هي الحكوميه اللي هي اسمها تي بيلز او التريجري بيلز، فدي اصلا حرام لان دي تعتبر ايه؟ ربا فايده، ما هي دي اصلا بتعمل منها الشهادات، ولكن هي مش صكوك. يعني مش زي مثلا اللي هنتكلم الصندوق اللي هنتكلم عليه دلوقتي شبه ايزي ناصر اللي هو AZN ده برضه موجود على ثاندر، او MTF اللي هو مصر للتكافل، ده الاثنين دول موجودين على ثاندر. دول بيستثمروا في الصكوك اللي هي الصكوك الاسلاميه، وممكن اكلمكم عن الفرق بينهم بس في فيديو تاني. طب احنا عايزين بدايل، انت عايز بديل دلوقتي الاي زي او AZS، انا هقول AZS بدلها نعيم، صندوق نعيم. وده صندوق نعيم ده مطابق للشريعه الاسلاميه، بيستثمر في كل الاسهم اللي مش ضد الشريعه الاسلاميه، بمعنى مش هيشتري لك في بنك، مش هيشتري لك في يعني الصندوق ده مش هيشتري في بنك او مش هيشتري في شركه دخان، او كل الشركات اللي هيستثمر فيها هتكون مطابقه للشريعه الاسلاميه. طيب بديل AZS لسه قايله من شويه MTF او AZN، بس يعني نبعد MTF شويه عشان علي جمعه في الموضوع، واحنا عارفين اراء علي جمعه الجميله عامله ازاي، فلا خلينا في ايزي ناصر احسن. ايزي ناصر برضه على فكره العائد الشهري والسنوي بتاعهم مش وحش خالص، تقريبا 22% او 20%، مش فاكر بصراحه الرقم كام لان انا ما استثمرتش فيه قبل كده، بس انا عارفه وقريت عنه كتير. فخلينا في ايزي ناصر وخلينا في صندوق نعيم، خلينا في الاثنين دول. صندوق نعيم عن الايكوري او الاسهم وده اعلى من المخاطر شويه، وصندوق ايزي ناصر ده صندوق ثابت الدخل، ده بيستثمر في الصكوك. اتمنى اكون جاوبت على سؤالك. رابع سؤال من مؤمن صاحبي، بيقول لي اقل سعر للذهب هيكون يوصل ايه يعني، او اقل سعر للذهب ممكن يوصل له ايه؟ بص يا مؤمن، مع اني جاوبتك على السؤال ده قبل كده واحنا قاعدين على القهوه، بس هجاوبك تاني. اقل سعر ممكن يوصل له الذهب، قبل ما تسال السؤال ده لازم تسال هو الذهب معتمد على ايه؟ في سعر عالمي للذهب، الذهب ده بيعتمد عليه اقتصاد دول، قرارات دول، حروب، اي حاجه بتحصل في العالم الذهب هتلاقيه انفولفد فيها، او جزء من الحرب دي، سواء هيعلى سواء هينزل هتلاقي جزء. فاحنا لازم نشوف الاول السعر العالمي للذهب. السعر العالمي للذهب وانا بصور فيديو دلوقتي هو $2327 للاونس، اللي هو الاونس دي مش عارف بالعربي عامله ازاي بصراحه او بتتقال ازاي، بس هو 31.1 جرام. يعني الجرام العالمي للذهب الواحد ب 74.5%، اللي هو $74.05 للجرام الواحد. وهو اصلا بقاله 6 شهور بيلعب من 1993 ل 2450، وهو بيلعب في الرينج ده بقاله 6 شهور بسبب مواضيع اوكرانيا، وبسبب موضوع البترو دولار بتاع السعوديه اللي انا لسه هتكلم عنه دلوقتي برضه، وبسبب حاجات كتير جدا زي طبعا السبلاي والديماند، العرض والطلب. طيب ده بره، ده السعر العالمي. نشوفه هنا في مصر. اول حاجه لازم نبص عليها وهو سعر الدولار في السعر اللي هو كام؟ 47.70، او عشان اكون دقيق يعني 47.76. يعني كده الفير برايس بتاع الذهب او السعر العادل هو ان احنا نضرب سعر الذهب بره في سعر الدولار هنا في مصر، اللي هو سعر الدولار بتاع السعر هيبقى بكام؟ هيعمل له حوالي 3536 جنيه. ده كده الفير برايس بتاع هنا في مصر. بس انت عندك هنا في مصر برضو حاجات تانية بتأثر، زي ايه؟ زي مثلا السبلاي والديماند. برضو احنا لسه قايلين دلوقتي هيجي مثلا في فتره هتلاقي السبلاي والديماند عالي، هيعلى معاه، كله هيعلى معاه. هيبقى مره شويه برضو السبلاي والديماند قليل، السعر عالي، الناس رايحه تبيع، هتقوم ايه؟ السعر يقل. هو السوق مش شغال كده طبعا بالشكل البسيط اللي انا بقوله لك ده، بس انا بديك برضو ايه؟ بريف كيس، يعني حاجه سريعه كده عشان برضو تبقى فاهم معايا الدنيا ماشيه ازاي. فرجوعا لسؤالك هينزل وهيوصل لكام وهينزل امتى؟ والله انا شايف ان هو ممكن ينزل في الفتره الجايه دي بسبب موضوع السعوديه بتاع البترو دولار، واللي هو حصل ايه بالظبط باختصار. السعوديه قررت ان هي ما عادتش هتتعامل بالدولار في تحويلاتها للبترول، بالعكس ده هي هتشتغل مثلا مع الصين بعملتها، ومع روسيا بعملتها، ومع مصر بعملتها. ده اللي المفروض واصلين لغايه دلوقتي. فكده معناها ده هيأثر على الدولار، لان الدولار مش باكد مثلا باي جولد مثلا او البترول، لا هو الدولار مدعوم بالسمعه، سمعته كويسه هتلاقيه شغال معاك. فانت كده معناه ان انت تقل التداول عليه او ان انت تشتغل بيه كتير، ده معناه ان هو هيضر الفيدرالي جامد قوي. فده لو ما اتحلش المفروض الدولار يعني قيمته نسبيا تقل شويه وسعر الذهب يعلى. طب لو ده اتحل ومشيت الدنيا، هو المفروض على دلوقتي على الهبوط بتاعه في التصحيح بتاعه في التكنيكال، يعني التكنيكال اناليسيس بتاعته هو المفروض في التصحيح بتاعه. فلو هينزل انا شايف ان هو مش هيقل عن 2250، يعني باختصار هنا في مصر مش هيقل عن 3240 جنيه او 3140 جنيه، حاجه في الرينج ده. لو نزل عن كده اعرف ان احنا كده داخلين في منطقه تانية خالص، وهيحصل بعدها سبايك جامده قوي للدهب. والكلام ده كله المفروض نشوفه في خلال ال3 شهور الجايين دول، المفروض نتوقعه في خلال ال3 شهور الجايين دول يعني. وما تسالش السؤال ده تاني بقى عشان انا جاوبتك عليه كذا مره لغايه دلوقتي. السؤال اللي بعده، وده مش سؤال، ده محمد حجازي بيقول لي بحبك يا فنان، وانا كمان بحبك. نيجي للسؤال اللي بعده. جلال عايز استثمر في اي حاجه بس تكون حنينه بفلوس حنينه. بص يا روح قلبي وعيوني، الاستثمار مفيش حاجه فيه اسمها حاجه حنينه، او مفيش حاجه اسمها ده عايزين حاجه سعرها رخيص، مفيش حاجه اسمها كده. انت سوق العقارات ليه ناس، في ناس بتحب سوق العقارات عشان هم بيحبوا امتلاك اصل في ايديهم، حاجه بيحبوها هم، يكون عندهم مثلا شقه، يكون عندهم فيلا، يكون عندهم اوفيس، ايا كان اللي هم عايزينه يعني.
في ناس تانية بتحب الاصول بتاعتها عباره عن اسهم في شركات او اسهم في صناديق استثمار او حتى اسهم في كريبتو كورنسي، او يعني اللي هو يمتلكوا عملات رقميه اللي هم معاهم سواء بيتكوين ايثيريوم ايا كان اللي هم عايزين يمتلكوه، سواء بعيدا عن حرام وحلال. يعني لان انا قلت كتير ان حاجه زي البيتكوين دي حرام، بس الاستثمار مش معنى ان انا مشتري سهم ب 1000 جنيه وقدامي سهم تاني بربع جنيه يبقى كده المفروض بتاع ربع جنيه ده لسه صغير على ما يوصل 1000 جنيه. لا، ده كرتون. ممكن عاد ابو 1000 جنيه ده يبقى ب 10000 جنيه، وابو ربع جنيه ده يبقى باقل من قروش. فلما نيجي نبص للاستثمار انت ما تبصش على الحنين واللي مش حنين، انت بتبص على المبلغ اللي معاك 5000 جنيه، هل ده يشتري منك شقه؟ ما يشتريش حتى متر. تمام، يبقى نخش للي بعده، الاسهم. انت المبلغ ده انت محتاجه؟ لا، لو محتاجه يبقى انت كده اصلا ما ينفعش تستثمر من المبلغ ده، لان احنا زي ما قلنا الاستثمار كده حتى لو هتشتري شقه الريسك بتاعه عالي. لازم تخش بفلوس انت تكون نسبيا مش محتاج، يعني مش فلوس ايجار او فلوس قسط او فلوس جامعه او فلوس تعليم، ان كان الفلوس دي انت محتاجها في ايه. لا، تكون فلوسك بعيده عن اي اضطرابات. اللي هو من الاخر لو خسرتها تاني يوم ما تزعلش او ما يحصلكش مشكله او ما تتأزمش في حياتك. بس اهم حاجه ما تخش بقى في الفوركس والرهانات والكلام ده. يعني انا قلت فوركس ورهانات والاثنين حاجه واحده، بس انا بقولها برضو زياده عشان انت فاهمنا. انا بتكلم على الرهانات اللي هو البرنامج اللي اسمه ايه. والاهم من كل ده ان انت تشوف محلل مالي كويس يديك توصيات للاسهم اللي انت هتشتريها. وده يوصلني لان انا عايز اتكلم عليه النهارده، وهي قناه التليجرام. حاليا دلوقتي احنا شغالين في قناه التليجرام اسمها سايرن اناليتكس. فدي تبع السوردي، احنا عاملينها مصممينها. وهي عباره عن ايه بالظبط؟ هي ببساطه ان احنا بنديك مثلا النهارده في سهم فوري عليه حاجه حلوه، سواء تكنيكال سواء فاندمنتال، يعني سواء تحليل مالي او تحليل فني. احنا بنديهولك وبنقول لك في 1 2 3 هتشتري عند كذا، هتبيع عند كذا، خلي بالك من كذا. بنديك التوصيات مع كل المعلومات والابديتس اللي هتحصل قدام. ولو عايز تشترك في قناه التليجرام وبرده في نفس الوقت تدعم المحتوى، فاللينك هسيبه تحت. وفي نفس الوقت برده تقدر تشتريه من على الويب سايت، تقدر تخش تشتري من على الويب سايت وبعد كده تكلمنا عن تيك توك او تكلمنا عن انستجرام. شوف الطريقه اللي انت تحبها وانا ابعت لك كل التفاصيل، وهي بسعر رمزي برضه. فلو حتى مش عايز تشتري او مش عايز تشترك ممكن تسال برضه وتشوف السعر كام، يمكن يكون حد تاني عايز يشترك. فعادي كله كلموني يا جماعه، انا برد على كله يعني. وعاملين مع الناس نتائج حلوه لغايه دلوقتي، تقدر تخش تشوف بنفسك. ولو ما عجبكش الكونتنت او ما عجبكش التوصيات بتاعتك او حاسس ان انت مش مرتاح، تقدر تعمل ريفاند في خلال 30 يوم. يعني انت معاك يعتبر شهر تجربه، شهر فري ترايل كده. انت بتخش تشوف وتجرب وتشتري في اسهم. ليه تشتري في الاسهم دي؟ احنا بنتكلم زي ما قلت لكم فاندمنتال وتكنيكال، يعني احنا بنتكلم في المالي والفني، مش بنتكلم في الشورت تيرم بس، لا احنا بنتكلم في الشورت تيرم واللونج تيرم. فلو عندكم اي استفسار تقدروا تكلمونا على الانستجرام او على التيك توك. اللي بعده عادل محمود 112: هل البورصه المصريه تنفع للتداول اليومي؟ عايز اجابه مختصره. التداول اليومي ينفع في البورصه المصريه. واللي ما يعرفش التداول اليومي ده زي الاكتيف تريدنج او الداي تريدنج، ان انت تشتري السهم وتبيعه في نفس الجلسه. يعني انت اشتريته النهارده الصبح، جيت بعد ساعتين 3 بعته، جبت فرق كويس مثلا 10 قروش 20 قرش لكل سهم كمثال، يعني تقدر تبيعه بعدها. طيب عيوب الكلام ده ايه؟ اول حاجه انت محتاج مبلغ جبار. يعني انت مثلا مش هنتكلم بقى في 20000 جنيه و30000 جنيه، لا الداي تريدر بيحتاج ان هو يكسب من الفروقات الصغيره للقروش. يعني مثلا لو سهم بقى كان ب 10 جنيه بقى ب 10 جنيه وربع، الربع ده بالنسبه له هيعمل مع المبلغ الكبير حاجه ضخمه، حاجه كويسه. طيب ده عندنا في البورصه اسمه ايه؟ عندنا في البورصه اسمه تي بلس زيرو. تي بلس زيرو دي باختصار ان انت يعني تايم بلس زيرو. زيرو ده اللي هو نفس اليوم، تي بلس 1 اللي هو بعدها بيوم، تي بلس 2 بعدها بيومين. يعني انت تشتري السهم النهارده بس هيفضل تحت التسويه لمده يومين، ويوم نفس الكلام. زيرو يعني انت بتبيعه في نفس اليوم، تقدر تبيعه بعدها بساعه، تقدر تبيعه بعدها ب10 دقائق لو انت عايز. والكلام ده هتلاقيه على ثاندر، لان انا شخصيا بستخدمه. انا بستخدم الاكتيف تريدنج وبستخدم في نفس الوقت السوينج تريدنج. السوينج تريدنج ده اللي هو اللونج تيرم، ان انت تسيبه مثلا معاك 6 شهور 7 شهور 10 شهور. انت بتسيبه بس معاك فتره لغايه ما تعمل مبلغ حلو. بس في نفس الوقت السوينج تريدنج مش بيعتمد على المبلغ الراس المال اللي معاك دلوقتي، لا ده بيعتمد على الاستكماليه، ان انت كل شهر تحط مبلغ، كل اسبوع تحط مبلغ. فدي الفروقات البسيطه اللي بين الاكتيف تريدنج او الداي تريدنج والسوينج تريدنج او اللونج تيرم تريدنج. بس افتكر الداي تريدنج او الاكتيف تريدنج، هفضل اقول الاثنين مع بعض لان في ناس كتير بتتلخبط منهم. بيحتاج ان انت تكون قوي جدا في التحليل الفني. انت ما بتعتمدش بقى المره دي على التحليل المالي اللي بياخد 3 4 5 شهور، لا انت بتعتمد على التحليل الفني، التكنيكال اناليسيس. ولو عايز تعرف اكتر برضو عن التكنيكال اناليسيس خليني اديها لك واقول لك ان في كتاب على الويب سايت منزله للباترنز الموجوده اللي بتتعاد كتير في البورصه، سواء البورصه المصريه البورصه الامريكيه، في الاسهم عموما. الاسهم التكنيكال اناليسيس دي معموله كحاجه شبه البيهيفير للمستثمر، بيدرس عقليه المستثمر ونفسيه المستثمر، هيعمل ايه الخطوه الجايه لما السهم يطلع او ينزل. ده دراسه التكنيكال اناليسيس ببساطه. لو عايزين حلقه كامله عن التكنيكال اناليسيس دي عايزه لها سلسله، مش عايزه لها حلقه واحده بس. فالكتاب برضو موجود على الويب سايت، اللينك برضو هيبقى في الديسكربشن تحت، تقدروا تشوفوه
وتقدروا لو ما عجبكوش ترجعوه تاني. نيجي للسؤال اللي بعده. عمرو حلمي اكس: قررت بسببك ابدا في ثاندر. يعني حاسس ان انت بتهددني او ان انا عملت حاجه غلط يعني. فكام نصيحه هبدا ب 20000؟ يعني هو بيقول لك او بيقول لكم انا هبدا، فانصح انا بايه؟ بص، زي ما قلتها والسؤال ده اتعاد كتير قوي على فكره، مفيش حاجه اسمها ابدا بكام او ما ابداش بكام. انا كل واحد بقول له انت تبدا بالمبلغ اللي تقدر تناسب بيه، انت تقدر تبدا بالمبلغ اللي يناسبك. يعني بمعنى انا ممكن يناسبني 1000 جنيه، انت ممكن يناسبك 10000 جنيه، في واحد تاني يناسبه 100000 جنيه، في واحد تاني يناسبه 100 جنيه برضه زي، ممكن واحد تاني 500 جنيه، على حسب المبلغ. بس تعتمد اهم اعتماد ان انت تعمل السنوبول افكت او الكومباوند افكت، ان انت تتعود على الاستمراريه. بمعنى النهارده حطيت، ما اجيش شهرين 3 اقطع، ما خلاص ما احطش تاني، لا نقعد كل شهر نحط، نقعد كل اسبوع نحط تارجت. لو عملنا كذا نحط قدامهم كذا. انا في ناس اعرفها كانوا كلموني على انستجرام، او ما اعرفهاش يعني، الناس كلمتني على انستجرام المتابعين، قالوا لي ان هم عشان يسيطروا على الموضوع ده بقوا بيحطوا تارجت ان هم كل شهر مع المرتب اول حاجه بياخدوها على طول الفلوس البورصه. وانا كنت نصحت الناس كتير من الموضوع ده. ولو عايز برضو نصيحه زياده بال20000 دول، وده برضو كذا سؤال برضو كان بيسال انا معايا كذا اشغلهم ازاي، او معايا كذا استثمرهم ازاي. حاول تعمل محفظه كبيره، ما تعملش محفظه صغيره. بمعنى ما تحطش الاسهم بتاعتك محفظه كلها اسهم بس، وما تحطش المحفظه بتاعتك كلها سهم واحد بس او سهمين، لا كبر. في نفس الوقت قسمها. انا بحب مثلا في 2 بورتفوليو زي انا بحبهم، واحد منهم ال 425 25% 25% 25% 25% ستوكس، واللي هو الاسهم، صناديق استثمار، صناديق ثابته الدخل او اللي هي الفيكسد انكم، واخر حاجه الذهب اللي هي صناديق الذهب. وفي برضه بورتفوليو تاني اللي بحبه وده ساعات برضه بشتغل عليه 40 20 20 15 5. طب دي ايه؟ ال 40% ستوكس، انت بتشتري اسهم مختلفه بال 40% من المبلغ. نفترض ان المبلغ 10000 جنيه، فانت في منهم 4000 جنيه هتشتري بيهم اسهم بس، و20% تانية صناديق ثابته الدخل زي ايه؟ احنا عارفين الاي زي ان او ام تي اف، بس خلينا في اي زي ان زي ما انا قلت. و20% جولد او ده، وده هنشتري بايه؟ اقولها تاني، بصناديق استثمار الذهب. و15% صناديق استثمار، ودي زي ايه؟ زي نعيم، صندوق نعيم. انا بقولها لكم واحده واحده معاكم، وعادي جدا ممكن اعيدها تاني لو عايزين، بس خلينا في نعيم ما نخليناش سي اي 30، لان سي اي 30 انا اكتشفت اسفا ان في شركات غير مطابقه للشريعه الاسلاميه. وال5% ده يعني جزء روحاني شويه او ديني شويه، انا بحب اطلعهم لله كل شهر. يعني كل شهر مثلا بيجي لي اكس مثلا 5% منه بطلعه لله، مش لازم بطلعه زكاه يعني، لا بطلعه صدقات لله. نيجي للسؤال اللي بعده. اسلام كامل: عايز اتعلم كل حاجه عن البورصه، ابدا منين؟ لسه مجاوب يا اسلام. تقدر تفتح قناه اليوتيوب عندي تشوف، وهنزل كورس قريب على الموقع تقدر تشوفه كامل. ولو عايزين اي سؤال تعرفوه تقدروا تكلموني على الانستجرام او على تيك توك، هرد عليكم كل الاجوبه اللي انتوا عايزين تسمعوها. ريمون جاد: انا بنت عايشه مع اهلي، هي اللي بتقول انا بنت عايشه مع اهلي ومرتبه 12000 جنيه، يعني ما بصرفش على الاساسيات، وكنت عايز اعرف ازاي احوش بس ما بفهمش قوي في الاستثمار وكده. طيب الموضوع ده انا بحبه جدا لسبب، دي المنطقه اللي انت عايش فيها مع اهلك وبتجيب فلوس، دي منطقه اسمها ريسك فري بيريد. بمعنى انت مش عليك التزامات، مفيش بيت بتصرف عليه، مفيش كهرباء، مفيش نور، كل اللي انت بتعمله ان انت بتشتغل، الفلوس دي بتاعتك. اهلك بيبقى عندهم الاكل بتاعك، عندهم الكهرباء بتاعتك، عندهم الميه بتاعتك. يعني الفتره دي بحبها قوي، ودي بتبقى غالبا في الكليه او بعد الكليه بشويه، اللي هو اول ما تبدا تشتغل كده انت لسه زنطوط كده حلو، زينا يعني كلنا لسه زنطوط وحلو برضه. فال 12000 جنيه دول بتبقى فلوسك انت او فلوسك انت يعني، برضه المون هي اللي بتسال. والفتره دي انا زي ما قلت انا بسميها ريسك فري بيريد، او هي اسمها ريسك فري بيريد. ليه؟ عشان العواقب مش بتتحاسب عليها حساب الملاكين، مش زي مثلا ما تكون انت متجوز وتقوم داخل في البورصه بوشك على طول، تقوم مضيع كل اللي معاك، بس كده الموضوع انتهى بقى بالنسبه لكم. فطلاق دي. ولو عايزه تفهمي لسه مجاوب من شويه، هتلاقي كل الفيديوهات على اليوتيوب عندي بتشرح كل حاجه، وفي فيديوهات لسه هتنزل قريب بشرح فيها المسميات المتداوله في البورصه، اللي هي الكلام اللي بيتقال في البورصه كتير واحنا ما كناش فاهمينه، في البورصه الامريكيه او هنا يعني، هقولها بالعربي واقولها بالانجليزي. ولو عايزه تعرفي تشتري او ما تشتريش ايه، برضو ممكن تشوفي قناه التليجرام، هتلاقي قناه التليجرام تكلميني في اي حته او تكلموني في اي حته، زي ما قلت تاني، انستجرام او تيك توك او على الديسكربشن تحت او في الكومنتس تحت، وانا هقول لك ازاي تكلمني وازاي تتواصل معايا او من خلال الويب سايت. انا بعيد الكلام كتير صح؟ يعني بنتعلم. اللي بعده فارماكوجون، ده عمر صاحبي. فارماكوجون يا جماعه اللي ما يعرفوش، واظن هو يعني في ناس ممكن تعرفه، عمر بيشتغل او البيزنس موديل بتاعه ان هو بيدي استشارات عن الشعر وعن كمال الاجسام وعن المنتال هيلث والفتنس عموما. يعني مش لازم حتى ان انت تبقى بتشتغل عشان تبقى مثلا تخش بطولات، لا حتى ممكن فور ويلنس بس مش اكتر، ان انت عايز يبقى جسمك حلو، صحتك كويسه، عندك مشاكل في شعرك، عندك مشاكل في معينه في جسمك او في الهرمونز وكده، هو بيقدر يحلها ما شاء الله عليه، معاه نتائج جباره. تقدروا تشوفوا الانستجرام بتاعه
هحط الانستجرام بتاعه برده في الديسكربشن. ده مش اعلان، انا بس قابلت السؤال لان هو سالني والله اهو سالني اهو. فممكن تشوف يعني هنشوف مع بعض السؤال دلوقتي، بس ممكن تشوفه برده لعل وعسى حد مثلا عايز يطلع له شعر. يعني مش عارف شعري كان وصل لغايه هنا، بس هو لحق الله يستره. بس دورت بقى، هنعرف ليه دلوقتي، هنعرف ليه. بس المهم يعني خلينا نرجع للسؤال. عمر بيسأل لو بتحوش كل شهر 2000 جنيه ايه افضل استغلال ليهم، عشان كلنا عارفين ان الفلوس اللي في جنب ملهاش قيمه دلوقتي. طيب خلينا نشتغل على المثال اللي هو اداهولنا اللي هو 2000 جنيه في الشهر. 2000 جنيه في الشهر في ال 12 شهر من غير ما نشغلهم، اللي هو احنا حاطينهم في البيت تحت الترابيزه ب 24000 جنيه. طيب ماشي، وايه المشكله؟ لا دي مشكله كبيره، لان ال 24000 جنيه لو احنا كنا عدينا 3 شهور قبل كده وجينا نشوف كان هيعملوا كام في البورصه، يعني على الاقل كانوا هيعملوا 35%. كمثال لو حطينا 20000 جنيه دول في صندوق نعيم من 6 شهور وفضلنا كل شهر نحط 2000 جنيه في صندوق نعيم، مش بقول لك تشتري اسهم، انا بقول لك خليك في صندوق بس، كان هيعمل لنا 35%، يعني حوالي ممكن مثلا في الشهر كان بينزل ويطلع. بس انت لو استحملت ان انت تستنى الفتره دي كلها كنت هتعمل في كل شهر يعني في 6 شهور 35% على المبلغ الكومباوند. وفي نفس الوقت انت برضو مش بتسيب فلوسك في جنب، انت بتحط فلوسك في اصل، فكنت هتعمل زائد ال 35%. انت كنت تقدر كمان تكمل لغايه النهارده. وبصراحه مش عارف كنت هتعمل كام، بس كنت غالبا هتعمل برضو سكه 42% 41%، او ممكن حتى هتفضل على 30%. بس انا بتكلم ان انت ما سبتش فلوسك للزمن كده، لا انت حطيتها في اصل، تروح تيجي تنساهم، انت كده بتعمل كومباوند افكت، فقشطه يعني الدنيا هتبقى معاك حلوه. وبس كده خلينا نروح للسؤال اللي بعده. عمر برضو بيقول ايه الفرق ما بين عيار 18 وعيار 24 من حيث الاستثمار؟ عشان نبدا نفهم ايه الفرق ما بين عيار 18 و24 من حيث الاستثمار، خلينا نبدا في الاول نعرف ايه الفرق اصلا ما بين عيار 18 و21 و24 في الاصل. هي الفكره ان الذهب مش بيجي لك ذهب، الذهب بيجي لك معاه ميكس فضه ونحاس، وده عشان الصلابه والقوه. فمثلا عيار 18 فيه 75% ذهب والباقي فضه ونحاس، فهنلاقيه قوي شويه متين عن ال 24. ال 21 فيه 87% ونص 87.5% يعني ذهب والباقي فضه ونحاس. طب و24 بقى يعني هنحس ان 21 بقى اقل صلابه شويه. طيب وال 24 99.9 منه بيبقى ذهب، 1% بيبقى الباقي وشوائب، اللي هو الواحد من قلب، اللي هو الواحد من 100%، اللي هو 0.01 او 0.01، يعني كده قلتها صح. بس يعني ده المهم، ده هنلاقيه ان احنا لو اصلا فتحناه من السبيل من الغلاف بتاعه وجينا نفتحها كده هنلاقيها بقت بريتل، حاجه طفيفه خالص ممكن تكسره، فده ممكن يبوظها، فعشان كده اصلا بتتحط في سبيكه وبتقفل عليها. الفروقات بينهم بقى من حيث الاستثمار هي حاجات كتير، بس يعني باختصار منهم مثلا حاجه زي العموله، حاجه زي المصنعيه. ال 21 فروقاته في المكسب مش زي مثلا 18، مش زي ال 24. ال 24 اعلى مارجن واعلى مكسب فيهم، بينزل بعدها ال 21 بينزل تحت ال 18. ال 18 ممكن بالنسبه للسوق ارضى انواع، في برضه في على فكره في عيار 15 وعيار 14 بس مش متداولين في السوق خالص. يعني انا تقريبا كنت شفت واحد كان بيبيع حاجه عيار 14 قبل كده واستغربت الموضوع ده، بس لغايه ما عرفت ان هو موجود بس الناس مش بتحب تشتريه، بس هو موجود يعني. وعيار 24 اقل عيار فيه فلوس مصنعيه، عيار 21 اغلى شويه، عيار 18 اغلى، وده بسبب حوار الصلابه، ان هو بياخد مجهود اكبر عشان احنا نظبطه وعشان احنا نعمله مثلا على شكل خاتم. وفي نفس الوقت عيار برضه 24 موجود على شكل سبائك، يعني انت ممكن تريح دماغك اصلا وتجيبه. غير كده كمان بقى حاجات زي الكاش باك، وحاجات زي برضه ان انت في 21 لو اشتريت جنيه دهب مش بتاخد المصنعيه بتاعته تاني. كل الحاجات دي برضو بنحطها في الايه في الحسابات واحنا رايحين نشتري دهب. السؤال اللي بعده علي الزناتي، كنت عايز افهم ابدا ازاي ومنين في الاستثمار والتداول، وايه الابلكيشن اللي ممكن انزله، انا في الجيش والموضوع شددني ومهتم ان اشارك. مبدئيا كده دفعه اعمل زيي، انا عملت ايه مبدئيا بالمناسبه؟ انا في الجيش برضو، وده يعني جواب اللي انا كنت قايل لكم عليه من شويه، ان انا ممكن اكون متبهدل الفتره دي شويه وممكن ما بنزلش كتير او مش موجود كتير، وده بسبب ان انا موجود ببقى في الجيش، يا دوب بنزل اجازه باخد بس معايا الورق والكتب اللي انا هذاكرها هناك، او حد عايز اعمل له بلان هناك باخد معايا الكلام ده هناك بظبطها، ولما برجع بكون مظبطها ان انا اعملها على الكمبيوتر او اعملها له او ابعتها له، او لو في حاجه معينه عايز اعملها بيبقى بالتليفون معايا موجود جوه الجيش، بظبط دنيتي يعني، بسلك اموري يعني. بس اللي انا كنت عملته في مركز التدريب اللي هو من غير موبايل من غير اي حاجه، ان انا حطيت مبلغ كبير تقريبا 90% من اللي انا كنت اللي كان معايا كله اصلا. انا كده اصلا كنت يعني انت داخل الجيش بيبقى الموضوع بالنسبه لك بيبقى تلتد قوي بالنسبه لك، ان انت داخل بقى هتختفي وقرارات وميري ومش ميري وكده. فانا قمت عامل ايه، حطيت 90% من الفلوس اللي معايا كلها في صندوق استثمار في الاسهم. انا لما خرجت كان معايا 45%، يعني خرجت من مركز التدريب كان 45 يوم وخدنا اسبوع اجازه، وبعد كده 45 يوم تاني انا خدمات طبيه بس ملحق اسلحه تانية بعيدا عن التفاصيل دي عشان تقريبا كده هتسجن لو قلتها. بس المهم لما طلعت من 45 يوم الاولانيين دول لقيت ان انا عامل 45% من البورتفوليو اللي انا كنت عملته، وفرحت جدا واتبسطت وقمت بايع كله، يعني رجعت الفلوس تاني.
بس رجعت تاني عملتها اول ما بدات منتظم في الجيش، اللي هو مثلا اجازات 21 و7 بقيت قبل ما انزل من الاجازه، يعني قبل ما ارجع قصدي، احط مبلغ واسيبه ل 21 يوم، ارجع الاقي كسب الاقي خسر مش هتفرق معايا، اقعد السبع ايام تاني احط عليهم مبلغ تاني وارجع اروح واعمل كده. انا لغايه دلوقتي لسه بعمل كده وانا بتكلمكم في الفيديو النهارده. فخليك دايما يا علي معتمد على الكومباوند افكت. ولو عايز تعرف ازاي تبدا فانا قلتها كتير، فاندر سهل بالنسبه لك وهيبقى عملي، ممكن تشحنه بكذا طريقه. ممكن برضو تشوف الفيديوهات اللي انا عملتها هتلاقيها على البروفايل عندي على اليوتيوب، تقدر تشوف كله. ولو عندك اي اسئله علي، انا تقريبا كنت انت بعت لي على الانستجرام قبل كده، تقدر تبعت لي تاني وتشوف. نيجي لاخر سؤال. نغم اكرم عايزه ابدا بالدولار. ماشي، بالمناسبه يا جماعه نغم كانت زميلتي في الكليه، هي دفعه اكبر مني بس هي زميلتي في الكليه يعني. فبص يا نغم، انا عارف انت شغاله ايه لانك كنت حكيتي لي انت شغاله ايه وكده. قبل ما نبدا اي حاجه خلينا نفهم ان انت لو عايزه تكملي في الميديكال هيبقى ليها طريق، ولو مش عايزه تكملي في الميديكال او يبقى سايد هاسل او سبوبه هيبقى لينا طريق تاني. ولو عايزه تعملي الاثنين هيبقى الموضوع صعب شويه برضه ان انت تواكبي مع شغلك هنا. بس خلينا نبدا ان انت عايزه تكملي في نفس مجالك بس بره. ما عندناش غير حل واحد بس، ان انت تشوفي شغلانه ريموتلي من هنا، ان انت بتشتغلي من هنا ريموت لشركه بره. دي برضه ممكن نلاقيها على لينكد ان كتير. وعشان تستلمي فلوسك بالدولار كان في فيديو المفروض كان هينزل بس ما نزلتوش دلوقتي عشان الشركه لسه بتكلم معاها، هي اسمها شركه اليفيت باي. ومش هنخش في تفاصيل كتير عشان نسيبها للفيديو، بس هي بتعمل لك حساب دولاري باسمك، تقدر تستلمي من عليها تحويلات بنكيه او ACH ده التحويلات البنكيه في امريكا. ومن الحساب ده تقدر تحوليهم لمصر هنا، سواء على حساب دولاري مثلا بتاع QNB او ان انت تحوليه على حساب مصري. وكمان فوق كل ده بيديك فيرتشوال ديبت كارد، يعني عشان مثلا عايزه تدفعي حاجه من الحساب من بره بدل ما تدخليها مصر وترجعها بسبب برضو ازمه الدولار اللي احنا فيها دي، فانت ممكن تشتري بالفيرتشوال ديبت كارد دي اي حاجه انت عايزه تشتريها من بره وخلاص. لو بقى هنسلك الطريق الثاني فلازم يكون عندنا حساب على مكان اسمه ابورك. خلينا في ابورك بلاش فايفر، عشان فايفر شركه من تل حديد تبع الاحتلال، ومش هنقدر طبعا ان احنا نتواكب معاهم او ان احنا نتعاون معاهم تبع اي حاجه من الحاجات دي. فخلينا في ابورك، وهبقى اشرح لك بس هو ان انت تعملي اكونت، بهزر يعني، ان انت تعملي اكونت الموضوع هيبقى سهل، وتشوفي الكام موديل اللي انا اقولهم لك دول، وتشوفي انت بتحبي ايه وما بتحبيش ايه، او هتعرفي تعملي ايه ومش هتعرفي تعملي ايه. لان انا عارف ان زي ما انت قلت لك انت شغاله ايه وانت كنت شرحتي لي قبل كده، فممكن مثلا تشتغلي ميديكال رايتر، بروجكت مانجر، داتا اناليسز. وممكن برضو تشوفي الSMMAs اللي هو السوشيال ميديا مانجمنت ايجنسيز، وده برضو بزنس موديل الفتره اللي فاتت اتشهر جامد قوي لما برضو ايمان جادزي ينزل كذا حاجه عنه، او ريموت HR. بس كل ده طبعا بيعتمد على الانجليش بتاعك. انا عارف ان الانجليش بتاعك حلو تبارك الله يعني، فان شاء الله يعني ربنا يوفقك ويوفق كل الناس اللي داخله في موضوع الفريلانس، او بالمناسبه ده فريلانس. وبس فيديو كده النهارده خلص، يا رب يكون عجبكم واكون جاوبت على كل الاسئله اللي جات لي. في اسئله كتير اتعادت ما خدتهاش كلها طبعا، يعني الاسئله اللي لقيت منها 4 خدت انا سؤال واحد منهم بس وعدته على 4. حتى انا بتكلم دلوقتي اللي سائل السؤال هيبقى عارف انا جاوبت ولا لا. شكرا ان انتوا اتفرجتوا على الفيديو، اتمنى يكون الفيديو عجبكم. ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك واكتبوا كومنت ان هو ايه الموضوع اللي عجبكم فيه، ولو ما عجبكوش اعملوا ديسلايك وانزلوا اشتموني تحت في الكومنت. ويعني مش لازم تشتموني يعني، بس شكرا ان انتوا اتفرجتوا على الفيديو. سلام.